ادي تورتتنا الجميله الحلوه، لا مش تورتتنا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنبدا النهارده كده اعمل لكم سمبوسه في البيت. في ناس بتقول عليها سمبوسك وفي ناس بتقول عليها سمبوسه. هنعملها ازاي بقى؟ بطريقه العجينه، يعني مش هجيبها جاهزه واعملها، هعملها لكم بالعجينه في البيت عشان تبقى سهله ومبسطه على اي ست بيت تشتريها بدل ما تشتري الجاهز. هنبدا المقادير مع بعض النهارده، وهعمل لكم فرخه بلدي وهعمل لكم وهوري لكم حشوه السمبوسه. بس هنبدا الاول بالعجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا الاول بالعجينه وبعدين اقول لكم على مقادير اللحمه والحشوات بقى هنعملها ازاي. هنبدا مع بعض بقى نعجنها مع بعض في العجان. لو انت عايزه تعجني على ايدك ماشي، مفيش مشكله. بسم الله. هنبدا بسم الله. معانا كوبايتين ونص دقيق، معانا كوبايه ميه بس تكون دافيه، معانا ربع كوبايه زيت، معانا معلقتين نشا، معانا معلقه بيكنج باودر من ده اهو، معانا معلقه ملح، ربع معلقه ملح اقصد، معانا معلقه بيكنج باودر، معانا نص معلقه سكر. تمام. هقول مقادير تاني. كوبايتين ونص دقيق، ربع كوبايه زيت، كوبايه ميه دافيه، معلقتين نشا، معلقه بيكنج باودر، نص معلقه ملح، معلقه لبن باودر، نص معلقه سكر. معانا كوبايه نشا صغيره كده هنسيبها على جنب عشان هنبقى نفرد بها العجينه، وهقول لكم هنعمل ايه في العجينه بعد ما نعجنها. ومعانا طبعا البتاعه ديت بتاعت السمبوسه، بتيجي كده ايه نشكل بيها. عايزه تشكلي بايدك هوريكي تبقي تشكلي ازاي برضه. تمام. هنبدأ بقى نضيف المكونات بتاعتنا كلها على بعضها في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. وكوباية المية الدافية دهي هسيب بس تمنها كده اهوت في الكوباية بحيث ايه العجين الدقيق بيختلف من نوع لنوع. ومعانا دي ربع كوباية الزيت، اقل من ربع يا جماعة، يعني هي انا عاملاها تمن كوباية زيت اقصد، بس انا قلت ربع، هي تمنها. حتى الكوبايه كبيره لو تلاحظوا هما شويه صغيرين. ومعانا الملح بتاعنا والبودر، هنضيف كل المكونات على بعضها وهنعجن. ومعانا النشا باللبن والسكر. تمام. هنعجنها واقول لكم نعمل ايه. شايفين معانا العجينه؟ يا ريت بقى يا جماعه تجيبوا لي، يعني لما تيجوا تشتغلوا فيها تجيبوا دقيق ايه يكون حلو، يكون نوع نضيف، يعني متعدد الاستخدامات اللي مكتوب عليه للمخبوزات والمعجنات، هيبقى احسن معاكم. انا عايزاكم بقى تشوفوا معايا العجينه وهي بتلزق معايا شويه كده عشان اقول لكم هي بتبقى كده. يعني انا عايزاكم تشوفوها عشان تبقوا عارفين ان هي ما تقولوش ده هي باظت مننا او حاجه.
دايما عجينه السمبوسه بتبقى كده. هنعملها ازاي بقى؟ شوف انا ما حطيتش الميه كلها عشان ايه؟ اخلي بالي من حاجه زي دي. همسكها بقى كده، هعمل بس ايدي بالراحه كده. وعايزه اقول لكم شوفوا هي قوامها عامل ازاي. انا عايزاها بقى تبقى كده اهي. لو لزقت في ايدك مفيش اي مشكله، يبقى زي البيتزا كده. عجينه البيتزا برضو بتبقى تلزق في الايد كده، ودي من النجاح بتاعها اصلا يعني. هنبدا مع بعض بقى. شوف انا ممكن كنت اعجنها اصلا من غير العجان. هتمسكها تعملها كده اهو. طبعا دي من غير خميره ومن غير اي حاجه. هتسيبيها ترتاح بس معانا ساعه او ساعتين. عشان ايه؟ مش ان هي تخمر، ترتاح بس معانا عشان تعرفي تشكلها على مزاجك وتبقى ايه؟ حلوه وقوامها حلو. شوف انا بوريكم بقى على الخشبه بتاعتنا اهي ان هي كده قوامها حلو ومش محتاجه حاجه، حتى لو بتلزق في ايدك شويه. تمام؟ العجينه مية مية معانا اهي وزي الفل. عشان ايه؟ تبقوا شايفينها برضو. هتسيبي عجينتك بقى تخمر ساعتين واجهز معاكم الحشوه واوريها كده. تمام اهي. شوفوا ما شاء الله اهي. هنسيبها في البوله بتاعتنا كده اهو شويه، وهنغطي عليها بس ترتاح معانا كده شويه. نبدا بقى يا حلوين. معانا الحشوات بتاعتنا نقول عليها. معانا ربع كيلو لحمه مفروم، معانا شويه كزبره على اللي هي الخضراء على شبت لو عايزه، بس كزبره يكون افضل. بس معانا طبعا هناخد معلقه ملح واحده. معانا قرن شطه كده اختياري حر، هناخد منه برضو حته صغيره. معانا عود كرفس على عود توم اخضر، وده اختياري برضو. معانا بصله هنقطعها حتت على قرن فلفل اخضر او اصفر او احمر، اي لون عندك انت عايزاه. ومعانا بهاراتنا هتبقى السبع بهارات والفلفل الاسمر والبابريكا والكزبره والكمون. بس قبل ما ابدا بقى في البهارات بتاعتي اللي انا هحطها، انا هحط ممكن الخلطه دي على بعضها وخلاص. معانا الخلطه دي انا جايباها من عند حامد. كمون والفلفل الاسمر وكبابه صيني وورق رولي وحبهان وكزبره، دي خلطه على بعضها. هناخد منها معلقه كده اهو على اللحمه بتاعتنا، هتبقى احسن من اي بهارات تانية. وهنبدا بسم الله. هنعصج الاول اللحمه قبل ما نحط بهاراتنا وحاجتنا بالبصله بتاعتنا. هنشوف مع بعض. والجبنه يا جماعه بقى اختياري. لو عايزه جبنه من دي او جبنه يعني جبنه طبخ او جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر تحطها في قلب السمبوسه، دي اختياري. ما انتش عايزه براحتك، احشي بلحمه بس او فراخ اللي موجود عندك في البيت واللي انت بتحبيه وولادك بيحبوه اعمليه، احشيه يعني. هنبدا بسم الله. نحط شويه زيت كده حوالي 4 معالق علشان نعصج اللحمه. وهنضيف البصل بتاعنا على الفلفل. ده طبعا كله هيطرى كده مع اللحمه، هيدي بس ايه؟ طعم شويه. انا هضيف الملح، معلقه ملح اهي على الخلطه بتاعتنا. وهضيف ذره كده من السبع بهارات على البهارات المشكله اللي احنا حطيناها. ما عندكيش البهارات المشكله حط زي ما انا قلت لك كده فلفل اسمر، كمون، شويه 7 بهارات، ذره كزبره مع الملح. وانت وذوقك بقى في البهارات بتاعتك دي، وانت وذوقك في حشوتك يعني براحتك خالص. تمام. هنحط اللحمه بتاعتنا بقى. عايزه تشوحي اللحمه الاول وبعدين تضيفي البصل براحتك برضه. طبعا معروف ان اللحمه
اي لحمه بتعصجيها او هتحطها في اي اكل دايما معروفه بتحب البهارات بزياده شويه علشان ريحه الزفاره بتاعتها وريحه اللحمه بتاعتها تروح وتبقى مديه للحمه طعم. وبالنسبه للسمبوسه يا جماعه انت ممكن تعمليها زي ما هنعملها مع بعض وتمسكيها في الفريزر وتحطها في اكياس كده. هوريكي برضو الطريقه واحنا بنخبزها مع بعض وتعينيها في الفريزر لاي وقت عندك او اي مناسبه تطلعيها وتقليها بس. طبعا انا مش هضيف برضو الكزبره الوقت بتاعتي الخضراء علشان تفضل محتفظه بلونها. بعد ما اللحمه تتعصج هرشها عليها لما اجحش، تمام؟ عشان لو انت حطيتيها دلوقتي وقلبتها في اللحمه بتاعتك هتسمر معاكي ومش هيبقى لها اي لازمه. شايفين بقى اللحمه وجمالها؟ حاجه بقى كده لو شميتوا ريحتها هتقولوا ايه ما شاء الله. هنبدا بقى بالفرخه بتاعتنا. معانا فرخه بلدي اهي مغسوله ومتنضفه بالليمون بقى وموضبينها كده، ومعانا بصله ومعانا حبايه طماطم ومعانا هنحط طبعا معلقه ملح، وهنضيف بقى ناخد من الخلطه الجميله بتاعتنا اهي ذره كده اهوت على البصله بتاعتنا. كالعاده هنعمل بيها ايه على ذره ملح كده اهو، وهمسكهم وافركهم ببعض كده اهو زي ما بعمل دايما في الفراخ او اي لحوم هحمرها، واحطها كده في قلبها علشان ايه تديلها طعم وريحه حلوه وهي بعد ما تتطبخ. هي نعم هي بشوربه وكل حاجه، بس ما تقلقيش انت هتكتفها كويس ومش هتنزل اي حاجه من دي، بس هتديلها طعم وريحه. مولعين بقى الحله بتاعتنا او الاناء بتاعك فيه معلقه سمنه، وهنشوحها بيها عشان تحمر قبل ما نحط الميه عليه عشان تدي ريحه وطعم جميل كده، تمام؟ معانا معلقه السمنه بتاعتنا اهي. انا بحط بقى معلقه السمنه دي ليه؟ دي سمنه عاديه علشان تخلي لي الشوربه صفرة وحلوه طعمها حلو، تخلي لونها اقصد حلو. هنضيف معاها بقى فص حبهان، هنضيف معاها البصله الاول قبل ما نحط الفرخه، هنشوحهم كده، وهنضيف الفرخه بتاعتنا. دي فرخه بلدي بلديو. هنضيف بقى حبايه الطماطم بتاعتنا بعد ما اتشوحت واحمرت كده، احنا عايزين الحمار ده. نضيف معلقه الملح بتاعتنا وهنضيف الميه بتاعتنا، وكده خلاص خلصنا. الفرخه لما تستوى بقى نشوف هنعمل ايه. معانا بقى يا حلوين الخميره بتاعتنا اقصد العجينه بتاعتنا جاهزه اهي، هنفردها مع بعض. ومعانا الحشوات بتاعتنا جاهزه اهي زي ما قلنا، اللحمه والجبنه والكزبره بتاعتنا اللي هنضيفها على اللحمه. وفي حاجه بقى عايزه اقولها لكم، لو انتوا عايزين بطاطس مسلوقه هتسلقيها يعني تخليها زي العجينه كده معاكي، تحط عليها برضو بهاراتك وشويه كزبره وهتحشي بيها مفيش اي مشكله. ممكن تضيفي عليها فلفل الوان او جبنه عشان تخلي لها طعم شويه. الحشوات زي ما انا قلت لك براحتك. هنبدا بقى مع بعض نفرد العجينه بتاعتنا الاول. معايا النشا بتاعي هنفرده كده على الحاجه اللي انت هتعملي عليها، الطبليه او الرخامه. ومعانا كده واحده بواحده اهي، 3 اهو 4 اهو، نقسمهم لكذا واحده. وهنبدا بسم الله نفرد. شوف العجينه وحلاوتها، والله ما هي محتاجه حتى النشا دي ولا محتاجه دقيق ولا محتاجه اي حاجه. هنفرد بقى بالعجله بتاعتك او النشابه، ولا تخليها تخينه قوي ولا تخليها رفيعه قوي، عشان لو تخينه قوي هتبقى عجينه وحشه، ولو رفيعه قوي هتنشف معاكي ومش هتبقى حلوه. هتمسكيها كده تحطها على الرخامه، افردي يعني شويه بشويه عشان ما تنبخيش نفسك.
وبعدين نبقى نقطع سوا الكميه كلها. طبعا بقى انا مش عايزه اجيب كوبايه ولا اجيب حاجه تكون صغيره، يعني مش عايزه اجيب القطعات الصغيره دي علشان ايه اعرف اقطعها براحتي. هجيب بقى طبق يكون واسع عندي شويه لان الكوبايه ضيقه، وهقوم قطعاها كده. تمام. المفروض برضو نبلها نشا كده، نعمل على حرفها نشا يعني. هنسيب ده كده على بعضه كده اهو، وعشان عليه نشا لو حطيتها على بعضه كده اهو مش هيجرى له اي حاجه. وهنقطع مع بعض واحده وهنشوف هنعمل ايه. اطلعي طيب. كل الزيادات دي هتشال وهنرجع نخبزها تاني. هخلص معاكم الكميه اللي زي دي كده اهو وارجع اقول لكم هنعمل ايه. شوفوا بقى احلى سمبوسه جمال بقى. شوفوا الجمال، شوفوا تحط على بعضها وتتقلب وتروح وتيجي كده ومية مية. عجينه بقى ما اقولكم. الحشوه بتاعتنا هنحشي بقى اهو وهنشوف الطريقه هنعمل ايه. طبعا انا مرضتش اقطع بدي عشان هتبقى صغيره على دي، يعني شوفوا بقى كده هتبقى صغيره، عشان كده عملت بالطبق كده هتبقى صغيره. هنمسك بقى دي كده هنحطها كده وهتفردها كده اهو. طبعا السمك هيبقى حوالي نص سنتي كده. هنحط الحشوه بتاعتنا بقى كده اهو، الحشوه الجميله الخطيره دي بقى كده. هنجيبها على ناحيه واحده. على فكره دي بتتباع عند مستلزمات الخامات اللي هي الاطباق والبلاستيك والحاجات دي كلها. هتعمليها كده على ناحيه واحده اهي بايدك او بالمعلقه بتاعتك وهتقفليها كده. شايفين معايا كده؟ الزيادات اهي كلها طبعا هتبقى ايدي نضيفه بقى عشان لما اشيلها تبقى العجينه نضيفه. هنقطعها كده كده. شوفي شايفين بقى السهوله اهي. هقولك تعملي ايه بقى لو دي مش موجوده. لو هنحطه في طبق نضيف حجرنا عشان هنخبزه تاني كده. بقت معانا. شايفين السمبوسه عامله ازاي وجمالها؟ لها شكل بقى حاجه، وهي مش غاليه على فكره. هما بيجوا 3 مع بعض كده بس دي اكبر. هنحط كده اهو في الاطباق بتاعتنا علشان هعملها اهو وهعمله لكم في الفريزر. هنعمل كمان واحده وهعمل معاكم كمان حاجه تكون من غير الاداء بتاعت السمبوسه دي. هعمل كمان واحده كده اهو. اقصر كده اهو. خلي بالكم من ايه الناحيه، اي ناحيه يعني انتوا عايزين. طبعا هتفردي دي كده علشان ايه اللي يتقص يبقى بزياده. تك بقى اهو كده اهو كده. نضفها بمنديل مطبخ حتى عشان تبقى نضيفه معاك. وهتشيلي كده شيء نضيفه اهي. الزياده اهي كلها هنخبزها كده. تمام. احلى سمبوس. هعمل لكم واحده تانية من غير الاداه. هنعملها كده. قولي مثلا بالجبنه عشان اللي ما عندوش اداه او ما عندوش وقت ينزل يجيبها. هنحشي جبنه كده دي على دي وهنطبقها كده على بعضها وزي القطايف. هتمسكها بقى كده اهو تبلها ميه. انا نسيت على فكره بل العجينه ميه. نخلي شويه ميه جرنا كده. سهل احنا ما عملناش الا 2. وهنبلها كده الحروف بتاعتها وهنمسكها كده عشان ما تفكش مننا. وهنعمل بقى اي شكل احنا عايزينه. عايزين مثلا تعملوها كده كده كده. تمام. وهتقفلها اهو. بس هي احسن حاجه ليها الاداه بتاعتها بتخلي حتى شكلها حلو. هنجيب واحده تانية ونبل حروفها ميه كده.
ما تنسوش الميه يا جماعه زي كده. وهنضيف مثلا الجبنه على مثلا لحم برضه. تمام. بسم الله. احلى سمبوسه. هعمل لكم واحده تانية بايدي. بالله ميه. اللحمه بتاعتنا ممكن بقى تعملي كده. تبع ذوقك. ممكن تجيب الشوكة ومع بعض بالشوكة بتاعتنا كده. طبعا هحطها بقى على الرخامة بتاعتك، بس انا بقرب لك الكاميرا عشان ايه تشوفي شكلها. ودي اللي احنا عملناها في الاول عشان يبقى شكلها حلو. هتعمليها كده. لو انت ما عندكيش يعني الاداة بتاعتها كده. تمام. هخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. هنعمل مع بعض كمان واحده. واهم حاجه النشا يا جماعه عليها علشان ايه تفضل محتفظه ما تلزقش ببعضها. نبل الحروف ميه. بجرك منديل مطبخ كده عشان ايه تمسحي ايديك فيه. شوف انا مش عايزه دي تنزل على بعيد عن الاداة، انا عايزاها تيجي كده وفوقها كده، والزياده انا هشيلها. شوفوا بقى لما يكون رقيقه قوي، انا عايزه بقى اوريلكم دي نقيتها عشان تبقى رقيقه. شوفوا باينه الحشوه فيها ازاي. انا عايزاها تبقى دي زي دي كده او زي دي كده، لا تبقى رقيقه قوي ولا تبقى تخينه قوي، زي دي كده معقوله وجميله. هخلص الكميه وارجع لكم تاني. كده خلصنا الكميه معانا اهي يا حبايبي كده اهي. السمبوسه بتاعتنا جاهزه خالص اهي للقليه. هنحطها في الفريزر حوالي ساعه علشان ايه تبقى ماسكه بعضها كده، وبعد كده ايه نبقى نقليها. وهفرز معاكم شويه احطهم كده اهو، وهنعينهم في الفريزر على حسب ما انت عايزه تعيني عين. يعني عايزه الكميه دي ماشي، عايزاها كلها براحتك. ودي اللي احنا عاملينها بالشوكه، وهنقوم عاملينها لفينها كده اهو وهنعين كده. تمام. هنعينها في الفريزر ولا اي حاجه. هنبدا بقى اقول لكم انا هعمل ايه في اللي اتبقى مني اهو. حبيت اوريهولكم يعني ما اقطعوش من الفيديو. هنخبزه كده اهو اهو. انا شلت منه كل اللي فيه، وهنعمل زي ما عملنا في التانية اهو. يعني ما ترميش اي فتفوته واقعه منك او الحروف بتاعتها مش شايفه، وهتعملها بالعجل وهتبداي تحشيها زي ما احنا حشينا وكله تمام. هنبدا بقى نشوف هنقلي ونعمل ايه. هنقلي بقى معانا السمبوسه بتاعتنا خلاص بعد ما خلصت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. معانا طبعا زيت مقدوح اهوت في النار، وهنحط كده. ما شاء الله يا جماعه جميله. انصحكم تعملوها احسن ما تشتروا. كل حاجه في البيت نظيفه وحلوه، حتى لو هي هتتعبنا شويه بس مش مشكله. شايفين اللون بقى بادئ يعمل ازاي؟ شايفين زي السمبوسه الورق بالظبط اللي هي بتيجي شفافه دي، برضو بتعمل نفس النتيجه كده. هنهدي عليها شويه عشان نحاول ان هي تستوى معانا ما تحمرش وخلاص، عشان طبعا دي عجينه
والنتيجه هايله هايله هايله. شايفين بقى الجمال بتاعنا ده؟ منديل ورق كده اهو. شوفوا بقى الجمال، قرمشه بقى وطعامه وحلاوه مفيش بعد كده. الجبنه بقى واللحمه المفرومه عاملين ايه شغل. نحط الباقيين كده. بقى معانا السمبوسه بتاعتنا الجميله اللذيذه اهي، ومعانا فراخنا الحلوه اللذيذه الجميله ان شاء الله بقى، والشوربه بتاعتنا والرز. هوريكم هفتح لكم بقى واحده كده عشان نشوفوا الجمال مع بعض. شوفوا بقى، شو القرمشه بقى والحلاوه حاجه بقى. شوفوا من جوه عامله مفرغه وعامله ازاي ما شاء الله بقى كده جميله. دي اللي فيها اللحمه بتاعتنا، شايفين حاجه بقى مفيش بعد كده. اعملوها بقى وادعوا لي. متنسونوش في اللايك والاشتراك. هنعمل قرنبيط. هعمل لكم بطريقتين، طريقه يعني الاتنين هنقليهم بس بطريقتين. معانا المقادير بتاعتنا كوبايه كبيره لبن، كوبايه كبيره دقيق، كوبايه كبيره تانية دقيق هنسيبها هنخلط ده، وجهة السب بودر كده مش هنخلطها. معانا شويه كزبره، معانا بيضه، معانا بيكنج بودر هناخد منه معلقه. معانا بدل ما نحط توم فريش من التاني اللي هو الابيض هنحط توم اخضر عيدون كده، توم اخضر. هنحط معلقه ملح، هنضيف ربع معلقه كربوناتو على الميه بتاعت القرنبيط علشان يحتفظ بلونه. وهيبقى معانا ميه يعني ساقعه شويه علشان نطلعه من الميه اللي هي السخنه اللي بعد السليق، علشان ايه نضيفه يعني في الميه بتاعتنا الساقعه. ومعانا القرنبيط بتاعنا على حسب الكميه اللي انت عايزاها، كيلو او اكتر او اقل. ودايما القرنبيط ما نجيبش فيها المبقعه اسود، هنجيب اللي هي تبقى بيضه. هنشيل العروق بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، بيبقى لها عروق كده هنشيلها، اللي هي دي كده، دي بنشيلها علشان تبقى زي ما احنا معانا كده. بس انا عاملاها لكم قبل الفيديو علشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. العروق البيضه ده اهي هنشيلها مع بعض كده اهو، واي سمره او اي حاجه فيها هنشيلها كده تمام. هنبدا بقى دلوقتي نغلي الميه بتاعتنا بملح. هنضيف ملح اهوت على الميه، وهوريلكم طريقه السلق بعد ما يتسلق، يعني هياخد غلوتين كده. وهنعمل الخليط بتاعنا في الخلاط. معانا حبايب الميه بدات تغلي معانا. هنضيف القرنبيط بتاعنا، ويا ريت اما نيجي نضيفه على اللي هو الجذع بتاعنا ده اهو كده اهو. وهنبدا بقى اما يتسلق معانا يكون كده عملنا ايه الخلطه بتاعتنا كده تمام اهو. اكسريه كده علشان ما يبقاش كبير قوي. معانا دلوقتي هنضيف الدقيق بتاعنا، هنضيف عليه البهارات بتاعتنا هقول لكم عليها. نضيفه كله في الخلاط واعمليه بمضرب على ايدك. هنضيف على الدقيق معلقه الملح، هنضيف البيضه، هنضيف معانا البهارات بتاعتنا. طبعا انا حاطه كربوناتو والملح في الميه بتاعت القرنبيط. هنضيف بقى ربع معلقه السبع بهارات، ما نكترش منها، معلقه بابريكا، نص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسمر صغيره عشان ما تسمرش معانا الخليط بتاعنا، وربع معلقه شطه كده تمام. هنضيف بقى معانا عود التوم الاخضر ده اهو فريش، انا كنت حاطاه في الفريزر، وحته قرن شطه اخضر حر كده. وهنضيف اللبن بتاعنا، لو مش عايزه تحطوه كله ما تحطوش. وهضيف شويه كزبره كده
وهنخلطهم في الخلاط، وبعدين نبقى نحط البيكنج باودر. كده خلاص الخليط بتاعنا جاهز اهو. لو انت عايزه تقليه براحتك، عايزه تخففيه براحتك، يعني دي يرجع لك انت بقى، او عايزه تسيبيه يعني هتعملي نفس المقادير دي، عايزه تقلليها قلليها، عايزه تزوديها زوديها على حسب، عندك كيلو، عندك نص كيلو، عندك ربع، على حسب ما انت عندك يعني كميه. كده تمام. هنضيف بقى البيكنج باودر بتاعنا حوالي معلقه كبيره اهو، ما تحطوش الباكو كله يعني. كده لو الخليط تقيل معانا شويه هنضيف له شويه اللبن اللي لسه علشان ما يبقاش تقيل قوي، وهنضيف معانا بقى على الدقيق اللي احنا هنتبل بيه. بعد ما نتبل بالخليط هنضيف عليه بقى شويه بابريكا صغيرين كده وخلاص، عشان احنا حاطين خليط كتير، بهارات كتير على الخليط بتاعنا. كده تمام اهو. شويه صغيرين كده، ربع معلقه صغيره. هنجهز بقى لما القرنبيط بتاعنا يستوى، هنشوف هنعمل ايه، عشان هنقلي على طول. عندنا مجهزين زيت غزير في الطاسه بتاعتك او الحله، وهنقلي فيها. هنعمل بقى مع بعض كده شويه رز بشعريه عما الخليط بتاعنا يخلص، عما القرنبيط بتاعنا يستوي. يا ريت القرنبيط يا جماعه هي ربع ساعه او 10 دقايق على البوتاجاز، تخلي بالك منه عشان ما يستويش قوي معاك ويتهري. احنا في شويه هنعوزهم مستويين قوي، وشويه هنعوزهم مش مستويين قوي. هنضيف معانا في الحله بتاعتنا معلقه زبده كده كبيره علشان نعمل بقى الشعريه، على شويه زيت حوالي 4 معالق او 5، عشان ايه الشعريه بتاعتنا تبقى مفلفله كده وحلوه ولونها حلو. لو انت عايزه تبدلي الخليط بتاع القرنبيط بميه بدليه، بس اللبن انا شايفاه بيبقى افضل. انا دايما بعمله بيه حتى من قبل القناه، وانا دايما بحب اعمله بلبن. كده قبل ما الزبده بتاعتنا تتحرق هنضيف الشعريه كده حوالي نص كيس كده، علشان انا عامله حوالي 3 كوبايات رز، وعم تحمر بقى قوي. هنشوف هنعمل ايه. هنضيف بقى الميه السخنه بتاعتنا على الكشري، ميه مغليه اهي. شوف بقى اللون عامل زي الشوربه ازاي، عشان فيها زبده. هنعمل مع بعض كده شويه فول نابت صغننين خالص، طبق صغير، معانا معلقه زبده، معانا حوالي نص كوبايه فول عشان هي اللي موجوده عندي، هعملها كده طبق صغير كده. معانا الشعريه غلت اهي. هنحط الرز بتاعنا، هنضيف الرز اهو، هنضيف بقى الملح، اللي بقى قوي كده علشان العدس اللي الشعريه ما تبقاش في تحت مكلكعه، ما تقلبها قوي كده، ما تفرد معاك مع الرز كله. معانا بقى حوالي معلقه ملح كده هنضيفها. هنشوف بقى الزبده معانا، هنشوح فيها البصله بتاعتنا، مع فص ثوم. نضيف معلقه زيت كمان عشان تشرب الزيت. هنشوح بقى الفص الثوم اللي احنا عملناه
مع البصله كده. انا عامله فص واحد عشان لو انت عايزه تكتري كمان فص حطي. وهنكشر فيهم الفول بتاعنا. عايزينه يفشر يا جماعه عشان ايه؟ يبقى طعمه حلو. ومعانا معلقه صلصه هنضيفها معاها مع الميه. وهنضيف البهارات بتاعتنا بس ما اجي احطها هقول لكم اياها. هنضيف بقى معانا البهارات. هنضيف الصلصه الاول. نشوحها بعدها كده. هنضيف ذره فلفل اسمر بسيطه، ذره 7 بهارات بسيطه، وذره كمون برضو بسيطه بس كده. وهنضيف عليها الميه وتغلي ويبقى كده خلاص. هنرجع بقى معانا للقرنبيط بتاعنا. طبعا هنضيف شويه ملح صغيرين كده عشان الصلصه اللي عندي فيها ملح، بس عشان الفول ياخد طعم الملح. معانا القرنبيط بتاعنا هنضيفه بعد ما صفناه كده على الميه الساقعه. لو عايزه ميه بتلج ماشي. طبعا اللي هو مستوي قوي انا عايزاه، واللي هو مش مستوي قوي هقول لكم هنعمل فيه ايه. كده تمام حبايبي. هنعمل بقى هنشيل اللي هي الفصوص دي كده، واللي متكسر ده بقى هقول لكم هعمل فيه ايه. همسك ده ههرسه جدا كده اهو باي حاجه عندك، بشوكه بمعلقه باي حاجه. وهنشوف دلوقتي بايد كده هنعمل ده كده، هنشربها كده كده تمام اهو. هنشيل منه على الدقيق على طول بس بالايد التانية. طبعا انا عايزه حاجه اوسع من كده عشان ايه كده اهو. وهنضيفها على الدقيق كده اهو بالراحه كده اهو تمام. بكل ايد تشتغل حاجه كده. شايفيني انا الوقت بالايد اهو بعد ما عملته في الخليط بالايد التانية واعمله كده. عايزاه صغير عن كده شويه صغريه. وهنحطه في الطبق بتاعنا. طبعا الخليط اللي لسه ده انا عايزاه عشان الباقي، وعشان عندي كمية تانية هعملها. تيجي تبص بقى تلاقيه مقرمش وجميل جدا، محتفظ بقوامه، واكلة شعبية بسيطة على قد الايد. هنيجي بقى عند ده كده لازم يكون الميه بتاعته مصفيه قوي عشان ما يبقاش شارب معاكي ميه. وهتضيف عليه شويه دقيق كده علشان يتماسك مع بعض شويه. وهتعملي بايدك كده اهو، وهتمسكيه كده بايدك
شايفين يا بنات؟ شايفين انا عامله ايه؟ وايدي نضيفه احسن من الجوانتي واحسن من اي حاجه، عشان انا بعرف من الجوانتيات واحنا ايدنا بنغسلها ولا 510,000 مره في اليوم. كده اهو زي ما انا عملت كده، وهنضيفها برده في نفس المقدار ده اهو كده اهو. وما شاء الله بقى بتبقى احلى من اللي هو بورده ده كمان، بتلاقيها متفتفته كده وجميله. وهتمسكها كده اهو في قلب الخليط بتاعك مع الخليط للدقيق، وانا مش مكتره دقيق، ده هي شوفي يا دوبك بس حاجه بسيطه خالص عشان بس تتماسك معايا. مش هحط بقى حله دقيق، لا، معلقتين 3 بس كده على قد الكميه اهي، بكل بساطه وبكل سهوله. وهوريكم بقى النتيجه في الاخر. شايفين؟ زي كرات البطاطس، زي كرات الكفته، زي اي حاجه. من الدقيق بالايد التانية هعمل معاكم بس كميه بسيطه بالايد التانية ونعمل. احنا طبعا مولعين على زيت غزير عشان يتقدح معانا كويس في النار ونحمر بيه. شايفين الطريقه بقى سهله وبسيطه خالص اهي، واكله بقى تدفيكوا كده في الشتاء ومفيش بعد كده حلاوه. عشان القرنبيط دايما الناس بتبقى محتاره تطبخه ازاي، وفي طبعا ولاد كتير ما بيحبوهوش اللي هي بالعود بتاعتها دي، الجدع بتاعها دي. في ناس مش يعني بتبقى قرفانه منه ومش حابه اكله يعني. طريقته كده بقى تخلي الولاد تحبه. كده تمام. اخلص معاكم الكميه وارجع لكم تاني. شايفين اهو. معانا كده بقى الزيت اهوت حطينه على النار اما يتقرح معانا. احنا عملنا حطيناه في التلاجة شويه عشان ايه؟ تحتفظ بقوامها برده شويه عشان تعرفي تمسكيه. وبسم الله هنضيف علشان نقلي. بسم الله. لحد ما تحمر معانا ونشوف. معانا طبق مجهزينه فيه مناديل مطبخ عشان نطلع من عليه نحط تشرب الزيت شويه معانا. طبعا ما تقلبيش غير لما هي ايه تنشف معاكي كده وتحمر عشان ما تتكسرش منك. شايفين؟ والله قرمشه بقى ما اقولكوش، هي باينه خالص وهي لسه في الزيت ما احمرتش قوي. جمال بقى بعد كده ما فيه جمال جمال. نشوف الرز بتاعنا برضو. جميل اهو. نسيبه يبوخ شويه كمان. شايفين؟
لازم الزيت بتاعك يبقى كتير شويه. ولا احلى قرنبيط. طبعا هتخلي بالك علشان ايه يعني تطلعي على قد الحمار اللي انت عايزاه، ما تسيبهاش تتحرق معاك. فرحي ولادك كده وقومي اعملي لهم احلى اكله قرنبيط النهارده. كده خلاص. شوفوا فراخ دي ولا ايه؟ كنتاكي دي ولا بناه ولا ايه دي الجمال ده؟ افتح لكم بقى واحده من جوه تشوفوها. شوفوا بقى سر شو القرمشه دي واحده من اللي هي التانيه اللي هي من جوه اللي فيها الجذوع بتاعتها يعني، ودي واحده شوفوا القرمشه ودي واحده من اللي هي المفرومه اللي احنا قلنا عليها. لا دي مش من المفرومه، ثانيه دي واحده من المفرومه. شايفين بقى من جوه عامل ازاي؟ حاجه بقى كده مفيش بعد كده جمال. ماشي، اعملوا بنفس الطريقه وتشوفوها بقى تبقى حاجه كده. وكده يا حبايبي اهوت القرنبيط بتاعنا بعد ما خلصناه، والفول بتاعنا بصلصه. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ هعمل لكم النهارده حواوشي. هعمل لكم الاول العجينه وبعدين نخش في مقادير الحواوشي اللي هي اللحمه المفرومه بتاعتنا، عشان نشوف العجينه الاول تخمر معانا ونشوف مقاديرها ايه. هنبدا بسم الله. معانا 3 كوبايات دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا معلقه خميره كبيره، معانا كيس بيكنج بودر باكو يعني بحاله، معانا معلقه سكر، معانا 3 كوبايات دقيق، يكون الدقيق فاخر يكون من نوع نضيف، ومعانا هناخد معلقه ملح. هنضيف الاول الخميره مع السكر مع البودر مع الدقيق، ومعانا كوبايه ونص كميه الدقيق ميه، هيبقى معانا كوبايه ونص ميه، وهنحط برضه على حسب ما العجينه تقبل معانا. ومعانا معلقه ملح، وهنبدا نعجنهم مع بعض كده بالميه. هنضيف يا بنات كوبايه الميه الاول، معانا كوبايه كبيره، انا بعايره بكوبايه كبيره. هنضيفها الاول كده حبه حبه، ما نضيفش يعني الميه كلها مره واحده. معانا معلقتين زيت اهو، على ما نخلص العجينه خالص نبقى نقفل بيها. هنضيف الكوبايه الثانيه اهي، ما هيش مليانه قوي، هنضيف ربعها بس، ولو عايزه كمان الربع الثاني هنحط. شايفين العجينه معانا شكلها مش هتحتاج الميه، يعني يعتبر حتى كوبايه وربع ميه. هقفل بالزيت بتاعي، ولو محتاجه نقطتين 2 ميه هضيف بالمعلقه
احتاجتش مش هضيفها. هقفل العجينه بالزيت، ما تتقفل معانا بالزيت بقى تبدا تمشي معانا وتبقى حلوه كده يا حبايبي. خلاص العجينه خلصت معانا اهي. تمام كده. هقفرها كده واقسمها، هنقسمها كده لكرات ونعينها تخمر شويه معانا، ونحتفظ بقى نغطي عليها بالاسترتش بتاعنا ونسيبها تخمر معانا. وتخمر هنقول لكم نعمل ايه. كده معانا بقى يا احلى بنات في الدنيا. سيبنا العجينه بتاعتنا تخمر وتبقى تمام كده، وقلنا نعمل مع بعض بقى الاول اللحم. معانا الوقت نص كيلو لحمه مفروم، طبعا حط عليها ليا او دهون عندك عشان ما تكشش في بعضها في العيش بتاعنا. ومعانا بصلتين مفرومين يعمل لهم على ايدك وبشروهم ماشي. فلفل اخضر مبشور، قرن احمر على حسب ذوقك بقى في اي خضار عندي، وشويه كزبره كده مفرومين برده، وقرن شطه اخضر. يعني انا عامله شطه خضره حاره وشطه خضره بس مش حاره، وفلفل احمر وفلفل مصفر شويه. وهنضيف معانا البهارات بتاعتنا معلقه كزبره، ونضيف معلقه كمون، ونضيف معلقه بابريكا. البهارات اللي عندك عايزه تحط اي بهارات عندك حطيها. عايزه تجيبي باكو من اللي هو بقى جاهز ده للحواوشي حط برضو عادي. معلقه فلفل اسمر، بس عشان انا عندي جميع البهارات ما بحبش اجيب البواكي دي. ومعانا معلقه 7 بهارات. هنسمغهم بقى ببعض جامد جدا عشان احنا عايزين العجينه بتاعتنا دي تبقى الالياف بتاعتها تتكون الياف، يعني نفضل نعجن فيها لحد ما تبقى متكونه الياف معانا. تمام. اوريكم بقى. وهنضيف من حق شويه ملح، معلش كده. هنضيف معلقه ملح معانا اهو عشان تحتضري، وهنضيف هنقلب بقى كده. تمام بقى. وهي يا بنات سمغت لكم اللحمه بتاعتنا. هنضيف عليها كده اهو معلقه طحينه عشان ما تفكش معانا واحنا بنعملها في العيش، معلقه واحده. شايفين بقى التشميعه اللي انا عايزاها دي او التسميغه اللي انا عايزاها دي؟ شوفوا الالياف بتاعتها عامله ازاي، كونت الياف. عايزه تعمليها بالكب، لو انت مش هتقدري تعمليها بايدك اعمليها بالكب. انا عايزه الالياف دي فيها كده كده. تمام. وطبعا شوفوا الحاجه باينه فيها شويه، مش عايزينها تتفرم تبقى ميه زي الكفته كده، لا، عشان تبان معانا في الحواوشي بتاعنا. وهنسيبها برده معانا تجهز عما نعمل الحواوشي يخمر، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. متنسونوش في اللايك والاشتراك يا بنات، فعلوا الجرس. وادي معانا عجينتنا خمرت يا حبايبي. هنشيل كده في جنب عشان نعرف نفرد براحتنا. نجيب شويه دقيق صغيرين كده عشان لو العجينه تلزق معاكي ولا حاجه، وبططيها كده. ومعانا اللحمه بتاعتنا جاهزه اهي، مش شماعه ومية مية وزي العسل. هنفرد كده على قد الوحده اللي انت عايزاها اقل من كده بشويه ماشي، عايزاها اكبر كمان افردها على قد ما تقدر. وهنفرد كده اهو، ولا تشتري عيش من بره ولا اي حاجه. مش عندك الدقيق وعندك الميه والمبرر والخمير، مش هنغلب يعني. تبقى حاجه عاملاها لاولادك في البيت نظيفه وجميله كده. فردنا معانا العجينه اهي، هنفرد التانيه كده. خلاص معانا اهي. هنضيف بقى العجينه بتاعتنا بمعلقه كده، وهقول لك بقى هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي بقى، عايزه تكتري كتري، عايزه تقللي براحتك. عندك بقى جرك كده شويه ميه على الحروف، ونحط ميه. مش عارفه انتوا شايفيني ولا لا، على الحروف اهو. وهنحط ميه كده عشان نشبك العجينه التانيه فيه، ريحه بس بسيطه كده. هنجيب عجينتنا الحلوه دي، حتى لو مش نفس المقاس هتفردها على بعضها كده. طريقه سهله ومبسطه جدا وعلى قد الايد، وبربع كيلو لحمه مفرومه هتعملي احلى حواوشي. هتجيبي الشوكه بتاعتك الاول، هتعملي كده قبل الشوكه، وهتعملي كده اهو عشان تديلها شكل.
من جميع الطروف. دي حواوشي حنان، حواوشي حنان اللي ما تنساش بقى في اللايك والاشتراك. وهنخرم كده اهو بالشوكه بتاعتنا عمايل الجميله دي تطلع الهواء منها، وهندخلها الفرن يا حلوين على درجه 180 170 زي ما انت عايزه. المهم ان هي تستوي وتحمر قدام. واديني شلتها قدامكم اهو، وهنحطها في الصينيه بتاعتنا الجميله دي. عايزه تفردي ورقه زبده ماشي، عايزه تحطها كده ماشي. تطلع من الفرن واوريها لكم. الحواوشي بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بقى اهم يا حبايبي. انا كنت عامله دي نظام قبور كده، يعني هي كده وتقوم قسمها بالسكينه كده وهي عجينه، وتطبقها برده نفس ما انا طبقت التانيه كده اهو. هنعملهم بقى على الرخام معاكم عشان تشوفوه. بسم الله ما شاء الله جميل اهو. وقومي بله ايدك ميه كده اهو، قوم عامله كده اهو. شوفوا بقى من تحت ومن فوق جماله عامل ازاي. وبرده ديت اهي هتمسكيه بقى كده اهو تبلي ميه حاجه بسيطه يندي معاكي كده بس. واعمليه في الصينيه الالومنيا في الفرن، ما تحطيش تحت ورق زبده عشان ايه ما يلزقش فيه. ما تنسوناش بقى حبايبي في اللايك والاشتراك. سلام عليكم. هنغسل بقى معاكم شويه المواعين الحلوين دول مع بعض كده زي الشطريه. معانا الاول هنغسل الكوبايات عشان نبقى ايه نشيل منها الزفاره كده وتبقى حلوه. هنسيب بقى السلكه ديت للحاجات الزفره الاول، وهنجيب النضيفه دي نغسل بقى الكوبايه. عايزين بقى ندردش مع بعض شويه كده، متنسوش في اللايك والاشتراك علشان ايه يوصلكوا كل جديد ماشي. هنعجبكم فيديوهاتي وطبيخي وحلوياتي. اشتركوا معايا في القناه علشان نصاحب كده ونبقى حبايب. والرجاله اخواتي واصحابي، البنات اصحابي، والرجاله كلهم اخواتي. احنا كلنا اخوات في الله يا جماعه، كلنا اخوات في الله. واحنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا بنطبخ وبنعمل حلويات علشان الكل يستفاد. واحنا عن نفسنا جايز ناقصين عليه. فاي اخ او اخت يحب ان هو يشوف فيديوهاتي يا ريت يعمل لي اشتراك ولايك. وفضلا ليس امر. وبحبكم كلكم في الله، وربنا يا رب يجعلكم يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من اي حاجه انا بعملها كمان. احنا نتمنى بس ان انتوا ايه تستفادوا وخلاص. كده بقى نشطف الكوبايات. الكوبايه بقى تبقى بتبرق كده يا بنات معاكم، تقعدوا بقى تشطفوا فيها يمين وشمال كده لحد ما تبقى نضيفه خالص معاكي كده اهو، الميه كده اهو نضيفه. يجيلك نفس بقى تشربوا فيها كده وريحتها حلوه كده. لو عندك سمك او حاجه شم كده الكوبايه، لقيت ريحتها زفره تغسلها تاني، لقيت ريحتها حلوه كده تعرفي ان هي ايه نضفت وبقت تمام. علشان النظافه من الايمان، تكون كل حاجه حوالينا نضيفه كده، هنبقى ايه نفسيتنا حتى مرتاحه.
وربنا يعيننا جميعا يا رب. شوفوا كده وايدي، لازم نبقى كلنا شاطرين. طبعا انا بحط الطباقه بتصفي الكوبايه، بتصفي الميه، عشان ما ينفعش تحط على كده تفضل الميه بقى ايه عامله ريحه كمكمه للكوبايات. جيبي صينيه عليها فوطه نضيفه او مناديل مطبخ او طباقه او صفايه، اي حاجه عندي. هنبدا بقى نغسل وتكفي عليها يعني الكوبايات. هنبدا بقى نغسل الازاز بتاعنا برضو الاول عشان ما يتكسرش مننا ولا يتجرح. البولات ديت تاني شاريها كده لاي الحاجات اللي انا بعملها معاكم دي، تبقى ازاز كده وحلوه ونضيفه. حصل خير. نكفيها بقى كده على الفوطه بتاعتنا اهي. ودول هنحطهم في الطباقه. الليمون بتاعنا دي ازاز صيني يعني.
بقى السكينه دي، شفت البرايه بتاعتي دي، السكينه دي علشان اعمل بقى ايه طماطم كده او الليمونه او حاجه عايزه اقطعها يعني كويس كده. بقى نغسل الرخامه بتاعتنا كويس.
نغسل فوق الحنفيه كده ونوضبه. رش ميه كده عشان تنضفي مكان الصابون. ربنا يا جماعه يعين كل واحد على حاله. يا عماد كده تمام. طول ما الميه مش واقفه كده على السيراميك بتاعك تعرفي ان هو نضيف. لو الميه وقفت عليه تعرفي ان هو وسخ عايز يتغسل كده. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كده خلاص. ما نحب نعمل حاجه ومش قادرين نعملها يا جماعه نقول الله لا اله الا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تلاقي ربنا عانك وقدرت تعملي كل حاجه على طول. كده تمام. الخط بتاعنا نضيف اهو، واي شوائب هنشيلها منها. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك، ورجعنا كل حاجه زي ما كانت اهي. وبوتاجازنا اهو انا كنت غسلاه ومنضفاه وكده تمام، والحته رايقه بقى كده وايه وحلو. عايزين بقى نصلص يا بنات كده شويه طماطم حلوين نعينهم عندنا كده في الفريزر عشان لو احتاجنا نعمل محشي او اي حاجه في اي وقت. هنعمل معانا هنا شويه طماطم كده يجي لهم 2 كيلو او 3 كيلو. هنحط عليهم بصل كتير زي كده، يعني عملنا يجي نص كيلو بصل كده اهو. طبعا لازم يبقى الكميه كتيره شويه علشان الطماطم كتير معانا. وهنضرب البصل في الكبه بتاعتنا والطماطم كده في الخلاط زي ما كلنا عارفين وشاطرين كده. وهنقوم ماسكين بقى الحله بتاعتنا هنحط فيها زيت يا بنات. اوعوا تعملوا الطماطم اوعوا تعملوا الصلصه بتاعت الطماطم بسمنه ولا بزبده ولا باي كلام من ده، لازما بزيت بس علشان ما تبقاش دسمه وتقيله وطعمها وحش يا حبايبي. هنعملها دلوقتي مع بعض وهنشوف هنعمل ايه علشان تبقى الطماطم خفيفه كده وطعمها حلو. هضربها وارجع لك، واضرب البصل وافرمه وارجع لك.
لو انتوا بقى يا بنات عايزين تفرموا البصل الطماطم قوي في الخلاط وما تصفوهاش، عادي براحتكم، مفيش اي مشكله. عايزين تصفوها براحتكم، اللي عايز يصفاها يصفاها، اللي مش عايز ما يصفاها. البصله معانا اهي بعد ما فرمناها طبعا اهي. اللي انا عايزاه بقى منكم ان انتوا تطلعوا البخار بتاعها والميه بتاعتها كلها كده لما تنشف، ونقوم بعدين نحط الزيت بتاعها. تمام كده اهو. طبعا هنحط زيت كتير شويه، حوالي كوبايه او اكتر عشان الطماطم كتير. ويا دوب ما نحمرهاش ونقوم نحط الطماطم بتاعتنا، عشان لما بتكون حمرا قوي بقى هقول لكم على حاجه بتقوم تلهلب كده، على بتعمل حموضه، بتتعب بطننا، متبقاش خفيفه. لكن كده يعتبر نيه في نيه. شوفوا يا دوبك صفرتها بس اهو، وهقوم اضيف الطماطم الجميله بتاعتنا اللي احنا مصفينها كده. تمام اهو. مانيش هصف ولا اعمل اي حاجه، اقصد مانيش سيبها تحمر يعني، عشان لو سبتها تحمر هتبقى تقيله معانا، وما عادش حد فيه تحمل ان هو يسبك صلصه. احنا معنى ان احنا نقول مسبكينها اللي انتوا شايفين انا بعمله ده، لان روايه كده. يا اما نحط الطماطم فريش بقى على الخضار بتاعنا وخلاص، علشان تبقى صحيه اكتر يعني. طبعا احنا عايزين حاجه صحيه معانا، عشان تبقى صحيه وعشان تبقى حلو كده. تمام يعني ما تقوليش البصله ما احمرتش، هي ما حطتش، لا هي هتحمر، الصلصه هتتسبك معانا وهتبقى تمام، وهتبقى فله وعسل، عسوله كده وعسل، مش هتبقى فيها اي حاجه وحشه. عايزالك بقى باكو صلصه كده او باكوان، عشان الطماطم مش حمرا معاكي، حط باكوان صلصه، وانصحك تحط الصلصه مع البصله عشان تحمر الطماطم اكتر. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا الجميله اللي هي بقى، مش هنحط البهارات التانية، احنا هنحط البهارات بتاعتنا عباره عن ملح وسكر بس، علشان وقت عمايل الاكل نحط البهارات بتاعتنا التانية عشان الريحه ما تروحش منها، وفي نفس الوقت كده حطينا الملح بتاعنا. هنحط بقى السكر بتاعنا، وقولوا لي السكر ليه معلقه سكر واحده كده، علشان ما تعملش حموضه وتشيل الحموضه بتاعت الطماطم بتاعتنا، تبقى روضه يعني، روضه على القلب كده، على المعده كده وعلى الصدر وانت بتاكلي الصلصه بتاعتك، ما تبقاش ما تتعبكيش يعني وانت بتاكليها او انت حطاها على اكلك. ثانيا انا قلت مش هنحط البهارات ليه، عشان ما تضيعش معنات الاكل، عشان لما هي تقعد تستوي في الاكل كده في الصلصه، وارجع احط الخضار بتاعي، او لو انا هحشي الرز بتاعي او كده، مش بيبقى لها طعم. لكن لو انت حاطه ملح بس وحاجه بسيطه كده على الصلصه مع السكر، وتيجي ساعه الاكل تحط بقى البهارات بتاعتك الاساسيه، تبقى كده تمام. ساعه ما تتسبك معانا وتتقل هنشوفها مع بعض، او هتبقى كده خلاص خلصت معانا. طبعا كان عندي لسه كميه عملتها وحطيتها عليها اهي، كان شفشق كمان كده. تمام انا هغطي عليها بقى اهو، وهنهدي عليها، ما تسيبيش النار عاليه قوي عليها، علشان ما تنساهاش، وعشان ما تتحرقش منك. احنا عايزينها تسبك كده على الهداوه وعلى براحتها. كل ما تقل شويه معاكي في الحله هدي شويه، وكل بعد كده بقى هتيجي تبصي تلاقيها ظبطت معاكي وتقلط خالص، وبدات تلزق كده في قاع الحله، تقوم تطفي بقى خالص، ما عادش هتبقى محتاج. تجيبي بقى علب التلاجة بتاعتك او كيس التلاجة بتاعتك او اي حاجه بوله هتحط فيها في الفريزر، واما تبرد معاكي تحطها في الفريزر، وتسيبها بقى الوقت ما تعوزي للتحضير، ووقت اي اكل تلاقيها جاهزه تحت ايدك. وفي ناس بتحب تعمل طماطم
بعد كده هفرزها معاكم من غير ما تتسبك ونعينها سوا برضه. واللي يعجبه فيديوهاتي ما ينسناش في اللايك والاشتراك.